طيب، من أهم النقط اللي لازم نتكلم عنها ونشرحها بشكل مهم جدا ألا وهي حاجة زي التايبوجرافي. يعني إيه تايبوجرافي؟ التايبوجرافي بكل بساطة اللي هي اللبس الشيك اللي أنت بتديله شكل للديزاين بتاعك. يعني تخيل كده الديزاين بتاعك من غير تكست أكيد مش هيبقى مفهوم، سواء كمعلومات مش تبقى واضحة، لأن المعلومات أسهل حاجة إن هي تكون مكتوبة ومقروءة، أو إن هي مش هيديها شكل حلو. التكست برضو شيء مهم جدا 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 في الديزاين بتاعك، وهو سبب اساسي في ان الديزاين بتاعك يكون شكله حلو وشكله جميل. طب وهنفهم مع بعض النقط دي كلها ازاي؟ هنشوف مع بعض ده في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجة احنا مثلا على سبيل المثال عندنا مثلا كلمة زي كلمة هلو دي. كلمة هلو دي لو احنا بصينا عليها على سبيل المثال هنلاقي ان هي موجودة بخط، وفي هنا على سبيل المثال خلينا نشيل دي اهو. مثلا انت اهو عندك عمال بتغير في شكل كلمة هلو. اول حاجه ايه دي اصلا، او ايه الحاجه اللي انا عامل سيلكت عليها دي يا باشا؟ حاجه اسمها نوع الخط. في فرق بين نوع الخط والخط نفسه. الخط نفسه اللي انت مختاره نوعه ايه، يعني اسم الخط ده ايه. ممكن مثلا يبقى شكله كده، ممكن مثلا يبقى خط مثلا شكله كده، وهكذا. دي واخدها من جوجل فونتس، وهنشرح مع بعض الفرق بين كل حاجه بينهم. طب الخط نفسه، انت ممكن الخط عندك يبقى بولد ايتاليك، ممكن مثلا يبقى لايت ايتاليك، ممكن يبقى اكسترا لايت، يعني اللي هو خلاص ده مش متشاف، ده يا دوبك شعرايه مكتوبه كده. ممكن برضو عندي اغير نوع الخط نفسه، يعني بدل خط بياتزولا ده مثلا ممكن اختار مثلا بيادرا ده. ممكن مثلا بقى اصلا اغير جوجل فونتس كلها، اختار مثلا بوبيلار فونتس. بوبيلار فونتس هلاقي ان هي دي اللي هي الخطوط المشهوره اللي اكتر حاجه بتستخدم. وخلي بالك كل خط انت بتختاره بيغير نوع الخط اللي معاه، يعني في خطوط ما تقبلش غير ريجولار بس زي بيدرا ده، في خط تاني والله بيقبل مثلا ريجولار وبولد زي كافيتا ده مثلا، او كافيت ده، مش عارف هي نطقها كده صح ولا لا، بقالي كتير يعني ما اتكلمتش ايطالي بصراحة. طيب، برضو عندي هنا ال in this file، يعني الخطوط اللي انت مثبتها في الفايل ده، دي الخطوط اللي موجودة في الفايل ده. هلاقي برضو عندي من النقطة المهمة ان installed by you، مفيش انا خط انا مثبته هنا، فعادي مش مشكلة، ممكن اخدها من الكوميونتي بتاعت فيجما، مفيش اي مشاكل خالص. طيب هلاقي برضو عندي هنا all fonts، ده احسن اختيار ليه؟ لان ده بقى بيجيب لك كل الفونتس اللي موجودة. وعلى فكرة كان في مشكلة كانت بتحصل أحيانا، إن في خطوط عربي، يعني مثلا أنا لو عايز أكتب مثلا بالعربي مثلا هعمل كده وأكتب مثلا بالعربي، مش هيكتب. ليه مش هيكتب معايا؟ لأن الخط ده ممكن يكون ما بيدعمش عربي. طب لو أنا مثلا كتبت مثلا كده، وليكن مثلا هكتب احمد، معرفش انا ليه زودت 2 الف في احمد، بس مش مشكله عادي، يعني كل اللي اسمهم احمد هنا بقى يسامحونا بقى الغلط ده. عادي، ليه؟ لان هنا الخط ده بيقبل العربي عادي، فدي مش مشكله في فيجما ولا حاجه. طيب، تعالى ننزل هنا تحت شويه. عندي دي، بص بقى، في قاعده مهمه جدا لازم تكون عارفها، قاعده المضاعفات. يعني ايه المضاعفات؟ دلوقتي انت لو عايز تكتب خط بشكل حلو لازم تبقى فاهم وتبقى عارف ان معظم الديزاينرز بيستخدموا قاعدة الأربعة أو التمانية. يعني ايه الأربعة والتمانية؟ يعني تستخدم مضاعفات الأربعة في الديزاين بتاعك. يعني على سبيل المثال الديزاين اللي أنا عامل عليه سيلكت ده، بص على الديزاين ده، هتلاقي الديزاين ده يا باشا فيه نقطة مهمة جدا، هو هنا 56. طب لو بصينا هنا هنلاقي ان هو هنا 18 اقل، فانت هتلاقي ان 56 و18 في الاغلب في الرياضه هم المفروض ان هم ليهم علاقه، ان هم الاثنين يا اما في فرق 4، او هم مضاعفات 4 لبعض او مضاعفات 8 لبعض. يعني ال 18 لما بتتضاعف لكذا 4 ممكن توصل ل 56، او لو اتضاعفت لكذا 8 توصل ل 56. يا رب اكون شرحتها صح. انا على فكره انا كنت شاطر جدا في الرياضه وانا صغير، انا كنت جايب 50 من 100 في الرياضه يعني، ما شاء الله يعني. المهم ما علينا يعني. دلوقتي برضو في نقطة تانية مهمة لازم نتكلم عليها، ألا وهي التايبوجرافي ستايل. التايبوجرافي ستايل مهمة جدا جدا اهو، اللي انا دايس عليه ابلاي ستايل دلوقتي، دي عبارة عن ايه عشان تبقى فاهمها وتبقى عارفها كويس؟ دي يا باشا عبارة عن ان حضرتك ممكن تعمل هنا ستايل خاص بيك. انا كنت عامل الستايل ده، يعني ممكن ادوس كده، وليكن مثلا على سبيل المثال هختار مثلا ستايل اكتبه مثلا احمد. معرفش اسم احمد معلق معايا ليه النهارده.
وممكن مثلا اختار الوصف بتاعه. تمام. لا بص اهو، اي حاجه كريت ستايل. هتلاقي عندك هنا ان انت اي حاجه انت عايز تغيرها ممكن انت تغيرها للستايل ده. مثلا اهو، انت مثلا يعني عاوز تغير الخط ده، فانت ممكن تنزل تحت كده خالص اهو، الفاريبل فونتس مثلا، او in this file على سبيل المثال. انت ممكن هنا تقوم عامل ايه، تقوم واخد اللي هو الستايل ده كده، عامل عليه سيلكت كده، وتقوم عامل ايه، مثلا تقوم واخده كده، والله معدل عليه، وتقوم عامل ايه، تختار احمد كده. بص، هو بقى واخد نفس الوصف بتاع الديزاين اللي قبل. فدي برضو ايه، نقطة مهمة. طب لو عايز تفكه من علامة الديتاتش دي، دوس عليها هيتفك على طول وهيرجع لك زي ما كان. طب انا بقى مش عاوز كل ده. انا يا عم انا راجل بسيط، وكل حلمي وكل هدفي في الحياة حاجة بسيطة قوي. اعمل ايه؟ والله اخليه فاريبل. هتدوس على ابلاي فاريبل وتختار. دي يا باشا كانت المفروض خطوط، او دي فعلا كانت نصوص المفروض ان هي كانت معموله فاريبل. فانت لو عايز تعملها فاريبل عادي بتختار من الفاريبل وبتاع. طب هو ايه فائده تايبوجرافي ستايل؟ بص يا صديقي، تايبوجرافي ستايل بكل بساطه وبكل اختصار بتساعدك في تنظيم الشغل اكتر حاجه. يعني على سبيل المثال ديزاين كبير زي ده مثلا، ديزاين زي ده حضرتك لما تيجي تختاره المفروض ايه اللي بيحصل؟ والله اللي بيحصل كالتالي، ان حضرتك دلوقتي ديزاين زي ده، انت ممكن دلوقتي المفروض ان انت اهو، اكيد مش هتاخد كل ديزاين تعمل له حاجه يدويه، لا انت هتعمل كل ديزاين هتحطه في تايبوجرافي ستايل. ليه؟ عشان خاطر الستايل ده يتطبق على كل التايبوجرافي او كل النصوص اللي موجوده في الديزاين. يعني بدل ما اخد كل جمله واعمل لها كوبي بشكل يدوي، لا هو ستايل واحد بحطه برزعه في كل الجمل دي. طيب، ده باختصار شديد جدا يعني. طب يا باشا برضو في نقطة مهمة تانية عندي برضو، اللي هي دي ايه، دي عبارة عن ايه؟ دلوقتي لو انت مثلا عملت كده، انت كده بتعدل في السيستم بتاع الكتابة نفسها. يعني بدل ما هو يبقى الاين ليفت مثلا، لا ممكن تخليه سنتر. ان الكتابة، بص الكتابة بتتعدل معايا ازاي. يعني هو كان هنا في الاول، لا انت دلوقتي خليته ايه، في النص. يعني لو في كذا سطر تحت منك هتخلي السطور على حذا بعض بالسنتر. طب لو كده هيبقوا على حذا بعض with left direction. طب كده هيبقوا على حذا بعض بس في اتجاه يمين. طب لو كده، هما كده يا باشا هما المفروض ان هما كلهم بنفس الحاجة وبنفس السوا بالظبط. طيب هنا دي هنا كده من غير اي تعديل. طب لو انت عاوز تحط كده، هتحط خط تحت كل كتابة، ودي بتبقى موجودة كتير قوي قوي في الحاجات اللي هي مثلا ريسيت باسورد، او مثلا فورجيت باسورد، بتبقى موجودة كتير قوي في صفحات الساين والحاجات دي. بدل ما استخدم بوتن صريح، لا بتستخدم حاجة اسمها سيمي بوتن او تايب بوتن، هي اسمها كده. تمام. طيب ممكن برضو تعملها زي الدولار كده، تخلي الخط موجود في النص. طب انت ممكن لو انت اخترت على دي ممكن تخلي شكلها بدل ما يبقى خط صريح لا نقط، او ممكن يبقى كده زجزاج. حاجات مش بتستخدم كتير يعني، انا افضل لك ما تلعبش فيها وخليها احسن زي اللي فيجما ظبطها لك. طيب انت دلوقتي لو عايز تعدل ممكن تعدل السيك بتاع نفسه اللي هو الخط. ممكن لو انت عاوز تخليها الاوفست برضو ممكن تعدلها، مفيش اي مشكلة خالص. بس انا بفضل لك ان كل الحاجات دي تخليها اوتو احسن لو هتعدل. وده يا باشا اللي هو لو انت مثلا عايز تعمل حاجة زي سكيب انفو، او اللي هي ايه، انك عايز تعدل شوية معلومات، مفيش مشكلة. طيب انا زي ما قلت لك الافضل حاجة ان انت تسيبها زي ما هي وما تعدلش عليها وخلاص، خليها كده. تمام. طيب ده بالنسبة لعلامة الفاريبل دي. هلاقي برضو عندي هنا ان الخط هنا انت ممكن تعدل شوية حاجات برضو اكتر واكتر تانية. هتلاقي ان انت ممكن مثلا تعمل بوينتس، نظام البوينتس اللي هو نقطة جنب كل كلمة، او ارقام ترقمها، مفيش مشكلة خالص. ممكن برضو عندك هنا اهو انت تزود اللي هي الباراجراف سبيس، اللي هو ايه، لو في اي نسبة فراغ في الباراجراف او السطور دي ممكن تزودها، مفيش فيها اي مشكلة خالص. والديتيلز طبعا يعني برضو هي نفس الديتيلز هي، بس الفرق ان انت ايه، بدل ما تعمل الحاجة بتعدلها يدوي، لا بتختار صح او غلط. طب انا زي ما قلت لك بلاش تعدل فيها. طب ايه دي يا باشا على سبيل المثال لو انت مثلا كلام زي ده، بص كده ايه اللي بيحصل، هو بيطلع لفوق.
طب يا باشا لو انا مثلا على سبيل المثال اخترت كده، ايه اللي هيحصل؟ بيقوم منزل الكلام معاك لتحت. يبقى انت زي ما انت فهمت اهو، هو بيخلي الكتابة فوق وانت يا باشا تعمل استرتش براحتك، يا اما يخلي لك الكتابة تحت ومهما تعمل استرتش تحت براحتك، يا اما يا باشا يعملها لك كده اللي هو ايه، الكتابة تتشال وتفضل الكتابة في النص بالشكل ده زي ما انت شايف كده. طيب هلاقي برضو عندي هنا ايه، دي المسافة بين السطور. يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا يعني خدنا ده مثلا كده اهو، وعملنا ايه مثلا يعني، لو قلنا مثلا ان احنا هنفك اسمه ده البتاع ده، نفكه مثلا نخليه كده تكست عادي، مفيش فيه اي مشكلة خالص خالص. ونقوم عاملين ايه، نقوم ايه، دي مسافة التباعد بين السطور. طب دي مسافة التباعد بين الحروف. طيب برضو عليها عندي هنا دي المساحة ودي المسافة زي ما انا قلت لك، ودي كده كل حاجة تخص التايبوجرافي الى حد كبير. طيب برضو نقط محتاجة اوضحها لك، ان التايبوجرافي المفروض ان هي يا باشا في بلجنز بتساعدك عليها، بلجنز زي مثلا لوار، ايه ده سوري، لوار. بلجن زي الورم دي برضو بتساعدك كتير قوي قوي في التكست بتاعك، بس بتعمل لك يا دوبك تكست. التكست ده كل اللي بيساعدك فيه ان هو يكتب لك فيك داتا مش اكتر. في عندك بقى ريل كونتنت ده برضو احسن شوية، ودي حاجة متطورة اكتر شوية، وكنت شرحتها في الشورت ريل بتاعت البلجنز اللي هي الجامدة جدا. وبالمناسبة هينزل ليها جزء تاني قريب جدا، ومعلش لو اتأخرت بس يعني كان في زحمة شغل وكده. فان شاء الله هنزل شورت تاني، ممكن تنزل على بكره او بعد بكره، فتابعونا عشان في حاجات كتير قوي هتنزل. ده كده باختصار بمناسبه التكست. طيب اخر حاجه ممكن اشرحها الهايروكي. الهايروكي هو التسلسل الهرمي زي ما قلت لك. ما ينفعش ان التسلسل الهرمي يكون متلخبط بالذات في اي ديزاين انت بتعمله. ليه؟ لازم تفهم حاجه وتحط في بالك نقطه مهمه قوي، ان الهايروكي او التسلسل الهرمي للكتابه مهم جدا. يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا يعني جينا مثلا وزودنا كده وكتبنا مثلا وليكن، خلينا نقلبها بالعربي احسن، الخط ده ما بيقبلش عربي برضو. المفروض فيجما تزود شويه دعم اللغات العربيه اكتر يعني في الموضوع ده، عشان الموضوع هيبقى بجد مهم قوي. برضو مش بيقبل عربي. طب ايه، طب يا جدعان احنا 2000 كده هنفضل years نجرب later. في الخطوط لحد ما نزهق. وماله يا باشا، نجرب مش مشكله. احسن خطوط بالمناسبه للعربي بمناسبه الموضوع ده، هي الخطوط مثلا في خط زي كايرو ومركزي، دول احسن خطوط، وتجوال. دي احسن خطوط موجوده للعربي. اما الخطوط الانجليش فانت عندك خط زي انتر، عندك خط مثلا زي ايبرا، نوفا. الخطوط دي برضو حلوه قوي على فكره. مثلا هنكتب مثلا هاي، مثلا هاو ار يو، ومثلا كتبنا في الاخر باي. طيب ايه رايك في شكل الكتابه دي؟ ما يشدكش صح؟ لان مفيش تسلسل هرمي الى حد كبير. لازم نفهم نقطه مهمه قوي. اول حاجه او نقطتين، دلوقتي الهيروكي عندك عباره عن ايه؟ مش بس ان الكتابه تبقى مترتبه بشكل صح، لا دي كمان تسلسل. يعني مثلا على سبيل المثال خط هاي ده، المفروض هاي دي اول حاجه، فما ينفعش ان هي تبقى ريجولار، لازم تبقى اتس ماكسواي. فممكن احنا نخليها اكسترا بولد مثلا. طب دي برضو ممكن نخليها ريجولار، او ممكن نخليها مثلا ميديوم مثلا. بس ممكن بقى نعمل ايه، نصغر مساحتها شويه. يعني بدل ما تبقى 38 ممكن نخليها 30. بص كده ايه اللي حصل، بقى في تسلسل هرمي. بقى واضح جدا جدا ان في عنوان وفي حاجه بتتكتب تحت العنوان. بس هل ده كل شيء؟ اكيد طبعا لا، مش كل شيء. لان برضو لازم نفهم نقطه مهمه جدا جدا جدا، ما ينفعش ان احنا نغفلها. المسافه، ما ينفعش المسافه بين مثلا كلمه زي هاي تبقى نفس المسافه اللي بين هاو ار يو باي مثلا. وممكن نخلي باي كمان اصغر بحيث ان هي تبقى هي الختمه، فهي في الاخر الحاجه الصغيره جدا جدا. فهنا احنا بقى عندنا ايه، لحد ما في تسلسل هرمي ناقصه بس المساحة. فانت يا باشا اهو لو جيت مثلا هنا، مهم. بص عملت ايه، انت كده دلوقتي
عملت اول حاجة كتابة او خط. المفروض ان هو دلوقتي كده بكل بساطة في عنوان وفي مسافة بين وبين السبتايتل، والمسافة بين السبتايتل وبين السبتايتل التاني لازم تبقى مختلفة تماما عن المسافة بين الهيد تايتل او التايتل الكبير نفسه. يعني التايتل لازم يبقى واخد مسافة مش اقل من الضعف او ازيد بحاجة بسيطة عشان يتعرف ان ده التايتل. وده اسمه الهيروكي. الهيروكي لو مش مظبوط في اي ديزاين استحالة تطلع ديزاين كويس، لان هو بيكمل عناصر مهمة كتير زي الاوتو لاي اوت، زي التايبوجرافي المهم طبعا واللي احنا بنشرحه دلوقتي، زي الالوان. لو كل الحاجات دي اتظبطت مع بعضها هتطلع ديزاين احترافي، وانا اوعدك بحاجة زي كده. طب مهم جدا برضو انك تتعلم وتعرف ان التغذية البصرية مهمة جدا جدا في الشغل ده. فعشان كده من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها لنفسك انك تقدر تدور كتير على دريبل وعلى بيهانس عشان تقدر تطور الديزاين بتاعك بشكل احترافي اكبر، بالذات في حتة الهيروكي. دي كل حاجة كده تخص التايبوجرافي. وطبعا زي ما قلنا قبل كده مهم جدا انك تبقى فاهم النقطة دي كويس، ان التايبوجرافي عنصر اساسي في الديزاين لازم تشتغل عليه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات أكتر بكتير. تابعونا على القناة هنا عشان